اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا صباح الفل على كل متابعيني. النهارده الخميس عندنا، فالنهارده السوق، فانا طبعا النهارده كنت في السوق بدري. فواحده حبيبتي رنت عليا عندي فراخ بيتي وكده، قلت لها وماله، فاخدت منها فراخ. طبعا عايزه بس اقول لكم نصيحه، ان الفراخ البيتي مهما كان بتبقى احسن بكتير 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 من اللي انت بتشتريها بتاعه المزارع او من محل، من بره او كده. فاحسن اي حاجه، لما تحبي تجيبي فراخ بيضه بالذات، تجيبيها بيتي يعني واحده ست مربياها، حد مرباها ببيته، مش من الفرارجي. او لو يعني تعرف فرارجي قوي يعني، وهو عارف كنت واخده منه حاجتك كل شهر، قولوا ترن عليه قبلها انا عايزه حاجه بيتي. ما تجيبيش حاجه المزارع قد كده، لان حاجه المزارع بيطلعوا الفراخ على 30 يوم وممكن 32 يوم من كتر الادويه والهرمونات اللي ما بيدوها للفراخ. فبتطلع معاهم على ال30. فطبعا دول تجار فعايزين يبيعوا عشان الدوره ما تقعدش معاهم اكتر من شهر. فطبعا بتبقى احسن معاكي 100 مره اي واحده تربيه بيتي. بتربيه البيت بتقعد مع الواحده ممكن 40 يوم على ما بتطلع. 40 يوم. ده الناس اللي بتلاقي ربنا طبعا ما بتحطش اي حاجه. وطبعا لو عندك مكان في بيتك واسع ممكن تربي. انا كنت بربي في البيت عندي. والله كانوا بيخلوا نفسي حلوه جدا. هم عايزين صحه وعايزين وقفه وعايزين اكل وميه ومرعاه، يعني اهم حاجه تراعي الحاجه طول النهار وطول الليل. والله لو في الصيف بتبقي قلقانه عليهم في العشر ايام الاخرى ده بالذات يعني. فطبعا فربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا. وزي ما بقولت لكم، ما تشتريش فراخ مزارع غير لما تكوني مضطرة قوي يعني. والله صدقني لما انا كنت بربيها عندي في بيتي، كنت بيتي دايما فيه الخير وما بحسش بالشهر. وكنت كمان لما بربي بخلي البيتي شهرين، يعني شهرين فيهم فراخ، ما بخليش ممكن يعني اللي كان بيطلع لي منهم والزياده كنت بيفيض عندي كنت ببيعه. براحتك بقى، تعملي شيش طاووق، تعملي بانيه، تعملي شاورما، تعملي حمام كداب، يعني براحتك بقى تظبطي نفسك كده. يبقى اهم حاجه يكون عندك فريزر طبعا. وربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا. وطبعا ويجعل يا رب بيوتنا دايما مليانه بالخير. واهم حاجه تكتبي لي في التعليقات بتتابعيني منين، وعايزه كومنت جميل كده زيك، وتشتركي في القناه فضلا طبعا وليس امرا، على قناه الفيسبوك وقناه اليوتيوب. ومع السلامه ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد باذن الله. مع السلامه.